السيده ما ماتتش عندي الحمد لله، الله يرحمها. ماتت بالامراض اللي كانوا فيها والدهون اللي كانوا فيها وبزاف ديال الحوايج. انا درت فيها غير الخير، والخير ديالها بغيتو ترجعوا ليا بالشر. في المغرب اخر وحده هذه المصممه اللي ماتت عندكم في المغرب. اللي وصلك لهاد الحاله بسبب اش؟ عملية اش من عمليه؟ تحويل المسار. ها اشنو قالوا لك انت فاش كنتي غادا لتماك؟ اش من العمليه غنديروا؟ تكميم. السلام عليكم. وراوني في التلفازة كيفاش كيدار التكميم. الله يرحم الوالدين. ما وراونيش انا كيفاش كيدار تغيير شوفوا المسار. سيدك كيقولوا دار تغيير المسار. عاوزكم بخير. السيده دارت تكميم المعده والعمليه كانت ناجحه. انايا السيده ما ماتتش عندي الحمد لله. السيده ماتت بعد 8 اشهر نتيجه للامراض اللي كانوا فيها والتنمر اللي تنمرتوا عليها وبزاف ديال الحوايج، ماشي بسبب العياده عندي الحمد لله. نحمد الله ونشكرو. العياده ديالي عمره ما مات فيها شي واحد، لانه ملي كنقولوا العياده ماتت فيها اثناء التجميل هي كتكون في النهار الاول الثاني الثالث، كاع نعطيكم سيمانه ماشي من بعد 8 شهور. ولكن عشتكم هضرتوا في الموضوع بزاف لانه باغيين تاكلوني. اول حاجه نعرفكم علاش، لانه درت لكم الخطه بي وهي انني وليت راجل، ودرت لكم الخطه سي عياده بسميتي، كلشي في سميتي. ايوا ملي نتوما ماتت عندي في العياده علاش ما تصيفطوش القنصليه ديالكم اللي كتمثلكم تجي دير لكم شي حل؟ ياك هي القنصليه ديالكم ايوا من حقكم تجيو تدفعوا على الوراق وتجيو تحاسبوني، ما تصوروا مني حتى حاجه. لان السيده ما ماتتش عندي وماشي بسبب عمليه ديال التكميم. السيده الله يرحمها ماتت بالامراض اللي كانوا فيها والدهون اللي كانوا فيها وبزاف ديال الحوايج. انا درت فيها غير الخير، والخير ديالها بغيتو ترجعوا ليا بالشر. وثاني حاجه الريفي، شحال من واحد كيصيفط لي ميساجات تيبقى يقول لي الانفصالي هي كنت كنامن بشي حاجه ما كيامنش بها المغاربه، ولكن الحاجه اللي كيامنوا بها المغاربه هي كنامن بها انا واكثر، لانه انا مغربي اكثر منهم. وثالث حاجه علاش ما هضرتوش على هذا الموضوع؟ هذه اللي ماتت عندكم في المغرب اخر وحده، هذه المصممه اللي ماتت عندكم في المغرب اللي قتلتوها في وسط العمليه، ما هضرتوش عليها. ماشي غير هذه، بزاف ديال الناس ماتوا عندكم في المغرب، لانه عندكم طب التجميل في المغرب صفر، مع احترامي لبعض الاطباء. الاغلبيه عندكم في المغرب كيموتوا، الضحايا بزاف الشهود ما قدر يهضر، ما كتهضرش عليهم لانه كتاخذ موراهم الفلوس. اقسم بالله العلي العظيم الا كيتزوا في الاطباء وفي العيادات وفي بزاف ديال البلايص باش ياخذوا منهم الفلوس ويسكتوا ولاو يهضروا. هادشي في اخبار الجميع، ولكن حنا كنديروا راسنا ما فاهمينش. من الاخر هضروا على هذا الموضوع. وثاني حاجه نتحداكم، انا مول العياده، انا مول العياده، كلشي في سميتو كلشي في ورقيه. رفعوا عليا شكايه ولا جيبوا لي التشريح الطبي. علاش ما قدروا يجيبوا التشريح الطبي؟ خفتوا تقراو التشريح الطبي ونسكتكم. شوف والله ما توصلوني، انا نمبر 1 وانا الرقم 1 في التجميل، وانا العياده ديالي ما كتقارنش مع العيادات عندكم كاع في المغرب. عندكم غير القتاله، من اي عياده عندكم في المغرب فيها غير القتاله. انا النمبر 1. انا راه خصكم طلبوا نجي نفتح لكم في المغرب، خصكم تجيو تطلبوا لي وتقول لي عافاك اجي افتح في المغرب، وخص تجيو اوامر من فوق تقولوا لي نوفل اجي افتح لينا في المغرب، لانه عندنا غير القتاله والقزاره في المغرب. ويحصل لكم الشرف نجي نفتح لكم في المغرب، لانه غنجيب لكم شي حاجه اللي ما عمرها كانت عندكم، واطباء ذو كفاءه وخدمه نقيه. والمخير فيكم تيجي عاود عندي السنان، والمخير فيكم تيدخل البلوك في المغرب وتيخرج ميت، والمخير فيكم تيجي يصوب عندي العمليه ولا طاي بومبا. شوفوا اللي صايبوا عندي. من الاخر انا رقم 1، حتى شي واحد ما يتحداني. واخا تعيوت هاو 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 راه غير كلاب بالنسبه لي انايا، غير كلاب، لانه المغاربه الحرار راهم داعميني واقفين معايا. شحال من بنت مسكينه ما مشهوره ما والو، ولا دري ولا راجل مغربي مغاربه كيدخلوا عندي في التعاليق وتيدعموني تيقولوا حنا معاك اخويا نوفل، لانه عارفيني انا ما كنأذي شي واحد، وعارفيني ولد الخير والدار الكبيره، وعارفيني انا المغربي في تركيا الا ما عطيتو ما ناخذش منه، ولكن الله ياخذ فيكم الحق اللي باغيين تدمروني، ولكن ما تقدروش عليا. نبقى لكم هنا شي انا بوحدي وانتم كلكم تدوروا عليا، عمرني ما نطيح لانه راجل ودواز. داكشي اللي دوزتو تقدروش تدوزو. انا شحال من حاجه عليا صعيبه وصبرت ليها، عاد دابا هادشي تتقولوا عليا والو، ولكن راه تحديتكم جيبوا التشريح الطبي وهضروا على هذه اللي ماتت عندكم، هضروا عليها الا سميتكم رجال. السلام عليكم اخوتي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا دار تغيير المسار، هانتوما اخوتي نحط لكم التصاور ياك، ونحط لكم التقرير الطبي اللي دار في المغرب
مع طبيب في المغرب غتشوف واش فيه تكميم المعده ولا تغيير المسار، ونصيفط لي ونحط لكم التصويره اللي دارت عندي العمليه هنا في تركيا والتقرير الطبي. فالله يجازيكم بخير. السيده دارت تكميم المعده والعمليه كانت ناجحه 100%. لو كانت العمليه ما نجحاش كتموت النهار الاول الثاني الثالث الرابع حتى النهار كاع سيمانه. ولكن اخوتي باش تجي السيده تموت مع 8 شهور الصفافيه هادشي ما عمري نسكت ليه وما عمري نسكت عليه، لانه نتوما الهدف ديالكم هو تأذوني انا، لانه نتوما عارفين بان الطب في المغرب زيرو. خير دليل باش تزرعوا في المغرب كتجيبوا اطباء زراعه الشعر من تركيا. خير دليل شحال من عياده اسنان في المغرب كتجيب البرودويات ديال هوليود سمايل من تركيا. شحال من دليل بانه شحال من واحد دار العمليه ديال التجميل في المغرب مات وسكتوا. حنا ما نهضروش على عمليه التجميل. فين هما دوك الناس اللي كيجيو يولدوا كيموتوا في البيبان ديال المستشفيات؟ فين هما دوك الناس اللي كيجيو يديروا الكبده ولا يديروا الكليه ولا يديروا اي عمليه مرضيه وكيموت في البلوك؟ علاش هادشي ما عندناش في تركيا بزاف، في المغرب كاين بزاف. دونك عوض ما تهضروا على نوفل موسى رجل اعمال ناجح صاحب عياده صوفيا كلينيك اسطنبول وعنده ما شاء الله نتائج جد هائله وجد المغرب كامل وحتى العالم كيشهد بها. وشوفوا غير الناس اللي داروا هذه العمليات، كاينين الناس ما كيبغوش يبانوا وجايين نتوما دابا طيحوني. انا ما كنطيحش. هاد الدلائل شوفوا تصور اخوتي وزوميو على السميات وعلى كل شيء كتعرفوا كل شيء بالديتاي، شنو دارت العمليه وكل شيء، وحتى التقرير الطبي ديال هذاك الدكتور اللي كاين في كازا. تحيه لكم من هذا المنبر. اقول لكم العمليه كي دارت وقال لها ما شاء الله الطب ديال الطب. انا غنزيد ناكد لكم معلومه باش هذوك الناس ما ينوضوش يقول لك راه حكاره دارات كلات المرقه كلات كتكثو كلات هذا. داكشي ما كاينش. الانسان يدير واحد العمليه كيتبع التعليمات. يا سلمى غتقولها لكم. سلمى نجي اشنو اللي وصلك لهاد الحاله بسبب اش؟ عملية اش من عمليه؟ تحويل المسار. اشنو قالوا لك انت فاش كنتي غادا لتماك؟ اش من عمليه غنديروا؟ تكميم. السلام عليكم. وراوني في التلفازة كيفاش كيدار التكميم. الله يرحم الوالدين. ما وراونيش انا كيفاش كيدار شوفوا السيده كي ولات يديها. شوفوا شو يدوها. شوفوا يديها. شوف السيده راه مشى خسرت حياتها بسبب هاد العمليه. هاد العمليات الفاشلين. شي انا غادي نهضر وغنبقى نهضر وما غاديش نسكت. ما كناش غنهضروا ولكن اش قريتك سلمى؟ قريتيني ميساجات فيهم عيور وهضره خايبه انا وياك ووالدينا الله يرحم الوالدين. دابا انا وقال لكم من تعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. انت ظلمتينا الله يرحم الوالدين. خلينا لك الله وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا. السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي لكم الخوت. شفتوا صوفيا طالوني او نوفل اللي مخلوع بزاف، مخلوع الخوت على وديت سلمى مات مسكينه الله يرحمها. قال لكم هو ما ماتش عدي، درت لها العمليه انا من هنا 8 شهور عاد مات، ولكن قال لكم هي ما لقاتش باش وتعالج وما لقاتش باش تداوى، ولكن دارت عندك العمليه انت راه خاصك انت اللي تكلف ليها بالعمليه وبالدواء ديالها. داكشي كامل خاصك انت تتكلف بيه اي حاجه، وانت وتكلفتي بالمركوب وبالطبيب بكل شيء، ولكن خاصك تكلفتها بالدواء ديالها وانت تبرا وتولي بخير. ولكن حنايا شنو نقولوا، هي السيده مات الله يرحمها والله يغفر لها الذنوب ديالها. وبزاف ديال اليوتيوبر اللي خرجوا تكلموا، ماشي اليوتيوبر المغاربه اللي تكلموا ولا، والاذاعات والاوروبيين والاذاعات العربيين كاملين تكلموا على القضيه ديال سلمى، والعربيه تكلمات، الجزيره، قناه الايرانيه حتى هي تكلمات، كل شيء تكلم على سلمى مسكينه الله يرحمها، كيفاش تحويل والمسار كيفاش هو السبب في الموت ديالها. على الخوت شنو نقول لكم، تحياتي لكم، بارطاجيو هاد الفيديوهات هادو، بقاو تبارطاجيوهم باش حق سلمى ما يمشيش هكاك. خاص سلمى تاخذ الحق ديالها، سلمى خاصها تاخذ الحق ديالها. حنا ما هنبدلوش والاتجاه والجهه اخرى، لا
غنتكلموا وغنبينوا الحقيقه ديال الوفاه ديال سلمى، حيت كلشي الاطباء وكلشي تيتكلموا تيقول لك الاسباب ديال الوفاه هو تحويل المسار، حيت تحويل المسار تتحول المصران من المعده تتحول لواحد الجهه واحده اخرى، ما تيبقاش والمصران هابط على المعده نيشان ومقاد، لا تيتحول تيولوا عندك جوج داخلين في المعده، جوج مصارين داخلين في المعده. هادشي هذا الخوت اللي صعيب بزاف، وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله. فيديو جديد وتهلاو ليا في راسكم والله يحفظكم.